بعد انتهاء مشوار الاهلي في كاس العالم للانديه وخروجنا كرابع للمجموعه، انا مش جاي اتكلم معاك في الكلام اللي انت سمعته في كل حته، ان لو مش ضربه جزاء تريزيجيه كنا ممكن نصعد، الفرص السهله اللي احنا ضيعناها في ماتش انتر ميامي، السكور التاريخي اللي ضيعناه في ماتش بورتو. انا مش جاي اتكلم معاك في كل ده، انا جاي اتكلم معاك في افكار ريبيرو والتكتكس اللي استخدمها في كل ماتش. كل ده هنبدا نتكلم فيه دلوقتي لما نشرح دلوقتي بالفرص وازاي الراجل ده كان بيلعب في كل ماتش، وتشوف الكوارث اللي كانت عندنا. لان احنا مثلا في ماتش بورتو انا كان نفسي ابدا بيه والله، بس عشان تسلسل الماتشات. ماتش بورتو ده احنا كان عندنا كارثه ماشيه في الملعب اسمها حسين الشحات، وهشرح لك بالظبط انا ليه بقول على حسين الشحات ده كارثه. فعشان ما اطولش عليك اكتر من كده، يلا نشرح ونشوف افكار لعب الراجل في الثلاث ماتشات كان عامل ازاي. اول حاجه في ماتش انتر ميامي، احنا كلنا استغربنا لما شفنا التشكيله وقلنا الراجل ده لاعب بامام عاشور جناح ليه؟ بس الكلام ده كان على الورق. ريبيرو كان بيلعب 4-4-2 دايموند عشان يقفل بيها عمق الملعب اللي خطوره انتر ميامي كلها بتيجي منه. احنا اول حاجه هنشوف افكار ريبيرو مع النادي الاهلي في ماتش انتر ميامي في الطلوع بالكوره كانت عامله ازاي. كوره مع ياسر بيلعب الكره لكوكا، كوكا بيلعبها تريزيجيه من لمسه واحده بيلعبها لامام عاشور. هنا بقى نقطه اللعب كله، الاهلي كان بيجمع لاعب ناحيه الشمال وسايب ناحيه محمد هاني دي فاضيه طول الماتش عشان يلعب كوينج باك ونلعب في المساحه اللي هم سايبينها هناك كلها. بس هنا امام عاشور لعبها لاسامه ابو علي، الكوره اللي كانت تسلل وكده كده وسام ضيعها. بس خلينا هنا مركزين ان محمد هاني كان فاتح الناحيه اليمين عشان هنحتاجها كتير قوي. هنا زي ما احنا شايفين كوكا بيلعبها لتريزيجيه بالكعب بيلعبها لبن رمضان، والاهلي بيطلع بالكوره. في الكوره الثالثه برده مجمع لاعب ناحيه الشمال، مروان عطيه بيلعب الكوره لحمدي فتحي. حمدي فتحي الراجل لو بص وراه ولف هيلاقي محمد هاني فاضي كتير قوي، والراجل هناك عايز الكوره. بس احنا برده بنضطر نلعب في الزحمه وبنحاول نلعب على الشمال، الكوره بتطلع بره في الاخر. بن رمضان نفس الحاجه بالظبط، بنجمع لاعب ناحيه الشمال ومحمد هاني هناك فاضي، ومحمد علي بن رمضان بيدخل في الزحمه، ومحمد هاني عنده فدان هناك ممكن يجري فيه. في الكوره دي بقى هتعرفك ليه اللعيبه ما كانتش عايزه تلعب بالكوره لمحمد هاني. لان انا قعدت اسال بصراحه، هي اللعيبه دي مش عايزه تبص له ليه؟ ما الراجل فاضي والدنيا تمام والدنيا هناك سايبه وممكن نهجم من عندها. بس لما شفت الكوره دي عرفت ليه اللعيبه ما كانتش عايزه تبص لمحمد هاني، عشان دي جوده عرضيات محمد هاني. هنا الكوره الوحيده اللي رحنا بقى ناحيه اليمين، عمل الوان مع زيزو، خد التو، طلع في المساحه. بص محمد هاني لعب عرضيه وصلت فين؟ ده بجد عرضيه محمد هاني، يعني الراجل عامل عرضيه من تقريبا قصاد نص الملعب. الراجل عامل عرضيه من نص الملعب اسمها عرضيه اللي هي بتعدي بالعرض، الراجل عامل عرضيه بالطول وصل الحارس. فدي جوده عرضيات محمد هاني، ودي جوده اللعيبه اللي احنا هنتكلم عليها على مدار الفيديو. الكره اللي بعدها شوف بقى محمد علي بن رمضان وهو بيطلع بالكوره من تحت الضغط، والراجل بيطلع الاهلي بمنتهى السلاسه اللي في الدنيا. بياخد الكوره رأس واحد والتاني، يعمل الوان لوسام، وسام يلعبها لامام، امام يديها لتريزيجيه، وتريزيجيه يروح واحد على واحد بس الكوره تتاخد منه. وزي ما قلنا الاهلي كان قافل عمق الملعب علشان بوسكيتس كان بيتلعب عليه مان تو مان، كل ما يروح في حته لازم واحد يبقى ماشي معاه. فاول حاجه في الكوره دي الراجل مش عارف يلعب كوره من اول الماتش. بص هنا امام عاشور مع بوسكيتس اتحرك دلوقتي 22-5، امام عاشور مع بوسكيتس. بعد خروج امام عاشور زي ما احنا شايفين وسام ابو علي مع بوسكيتس بقى 9-5. بس عشان بوسكيتس لعيب صايع كوره وراجل فاهم، قال لك الناس دي بتلعب معايا مان تو مان وانا مش عارف اتحرك، فالراجل سحب وسام ابو علي عشان يفضي الكوره لريدوندو ينزل هو في عمق الملعب يستلم الكوره. وده اللي هنشوفه دلوقتي. بوسكيتس بيسحب وسام ابو علي قدام وبيشاور بايده بيقول لهم العبوا الكوره ورا. ريدوندو نزل في عمق الملعب استلم الكوره وبدا هو يطلع بيها. هتقول لي الكوره دي حصلت مره، هقول لك تعال نشوفها تاني. الكوره اللي بعدها وسام ابو علي بيروح ورا بوسكيتس، ريدوندو بينزل لنص الملعب عشان يستلم الكوره. بس ليه انتر ميامي ما كانوش عاملين خطوره في الشوط الاول؟ علشان انت قافل نص الملعب، وبوسكيتس الوحيد اللي بيلعب كرات طويله لميسي وسواريز. لما ريدوندو هو اللي نزل، دي جوده عرضيات ريدوندو، الكره طلعت بره. فعشان كده انت كنت ماسك الكوره الشوط الاول كله تقريبا. بدانا الشوط الثاني واللعيبه دي كبار وانت احرجتهم وما عرفتش تسجل فيهم وما استغلتش الفرصه اللي كانت معاك. ما تستناش ان اللعيبه دي هتنزل تهزر، او اللعيبه دي هتستنى لما انت تحرجها اكتر من كده في الملعب، ان هم ما لعبوش كوره الشوط الاول. وعشان ماسكورانو ده مش راجل على الله حكايته، فهو الراجل فاهم، واي حد في الدنيا كان بيتفرج على الماتش شايف ان الاهلي بيطلع بالكوره من ناحيه الشمال، وناحيه الشمال دي هي الخطوره كلها زي ما احنا لسه متكلمين من شويه. في الدقيقه 51 الاهلي بيحضر لعبه كالعاده من ناحيه الشمال، ياسر ابراهيم بيديها لكوكا. بص كوكا معاه كام واحد، بص الناس قفلت الناحيه الشمال ازاي، انت خلاص الناحيه دي اتقفلت مش عارف تلعب من عليها. تعال نشوف الكره اللي بعدها، نفس الكوره، كوكا قدامه 1 2 3 4. هنا كوكا حاول يطلع بالكره ناحيه الشمال وقال لك لما نجرب نطلع، بصاها لتريزيجيه، الكره طلعت بره وبقت اوت ليهم والكره راحت هجمه علينا. في الكره اللي قدامك دي بقى انا جايبها لك عشان اوريك بعدها بالظبط فرق تحركات اللعيبه
وفرق كواليتي لاعب عن لاعب. والكره دي لما تريزيجيه رايح على الجول، ساعتها امام عاشور كان مصاب، تريزيجيه رايح على الجول، امام شايفه بيجري على الخط فامام بيضم لجوه، تريزيجيه ضم لجوه، امام رايح له على الخط، وفي الاخر امام ضيعها. ليه جايب لك الكره دي؟ علشان بص بقى فرق تحرك اللاعب وفرق الكواليتي من لاعب للاعب. هنا بقى قفشه رايح هو وجراديشار وطاهر، مع ان الكره دي كان عادي ممكن قفشه لو هو لعيب كوره قوي يعني كان يلعب الكره دي بوش رجله من هنا كده وتروح قدام طاهر، وطاهر بسرعته هيسبق فالكون المدافع البطيء بتاعهم. تعال بقى نشوف التحرك كان عامل ازاي بتاع جراديشار. قفشه طالع بالكره، بص جراديشار هيتحرك له فين. جراديشار جه وقف قدامه، جراديشار قفل زاويه التمرير اصلا ان ممكن قفشه يلعب فيها لطاهر. فالنتيجه ان الراجل علشان الكره ما تخبطش فيه اضطر يرجع بالكره لورا ويديها لطاهر وراه. طاهر خد الكره حاول يعمل عرضيه خبطت فيهم وطلعت بره وما عملناش اي حاجه. هنتكلم بقى عن اخر كره في الماتش وحسين الشحات. وزي ما انت شايف انا مش هتكلم عن حسين الشحات كان بيعمل ايه، ولا حسين الشحات كان اناني في الكوره، ولا كان عايز يشوط، ولا كان عايز يباصي بس في حاجه وقفته. انا هتكلم لو هنتكلم على الكوره من اول هنا، فحسين الشحات عنده زاويه للتمرير من هنا يديها لطاهر، لان اللي راجع يدافع ده ميسي. ومعلش ميسي يعني مش طول 190 سم ولا الراجل مدافع جامد قوي فهيمد رجله ويعرف ياخد الكوره. انت ممكن تبقى من الاول يا حسين تروح لطاهر، وطاهر ساعتها كان ممكن يتصرف ويجيبها جول. وفي اخر الماتش حسين فضل مكمل. انا عايز بقى اوريك تحرك قفشه. شايف بقى تحرك قفشه، وقفشه وقف فين؟ لو هنتكلم ان حسين كان اناني وما رضيش يباصي من الاول عشان يقرب من الجول ويشوطها هو، لما قرب من الجول لا اتقفلت، فلو قرر يباصي المعلم قفشه جه وقف قدامه وقفل زاويه التمرير اصلا. فباختصار ده ماتش انتر ميامي. انا مش عايز اجيب لك كل الفرص واقول لك ان احنا ضيعنا كتير وان اللعيبه بتاعتنا كان عندها رعونه قدام المرمى وما كانتش عارفه تسجل. انا بتكلم معاك فني وبنشوف الراجل كان بيطلع ازاي بالكوره في ماتش انتر ميامي، وازاي الراجل كان مجمع لعب هنا وسايب الناحيه بتاعت محمد هاني دي فاضيه، بس اللعيبه ما كانتش بتباصي لمحمد هاني، ولو كانت بتباصي لمحمد هاني انت شفت مدى العرضيه بتاعت محمد هاني. نيجي بقى لماتش بالميراس. وماتش بالميراس ده احنا ممكن نلخصه في جمله واحده وهي تمسك ريبيرو بفلسفته الكرويه. بعد ما تلعب ماتش كبير قدام انتر ميامي وتسافر من ميامي لنيو جيرسي واللعيبه بتاعتك اصلا طالعه من نهايه موسم مش هتطبق وبيلعبوا ماتش الساعه 12 الظهر، ما ينفعش تلعب الماتش اللي كله استحواذ وعايز تلعب على التحولات قدام فريق زي بالميراس اللي هو اصلا متعود يلعب في الاجواء دي. قبل فيريرا مدرب بالميراس وقف عمل لك ميدل بلوك وسابك لو انت عارف تخترق دفاعات اتفضل، وكان كل شويه بيضغط عليك عشان يخليك تلعب الكره الطويله. وانا هوريك دلوقتي جوده الكرات الطويله واحنا بيضغط علينا كان عامل ازاي. تعال هوريك اول كره في الماتش في اول 58 ثانيه، كره راحت من الشناوي لمحمد هاني. بص كام واحد ضاغط عليه، انت في 5 في الثلث الاخير عندك، فالطبيعي ان محمد هاني هيلعب كره طويله. بص جوده الكره الطويله، الكره راحت للاعب بالميراس وكانت هتترد علينا بهجمه اصلا. الكره اللي بعدها اشرف داري برضو اتضغط عليه لعب الكره الطويله. بص النتيجه الكره الطويله رايحه فين. فانت الكره الطويله اللي انت بتحاول تطلع بيها مش عارف. تعال بقى هوريك اكتر كوره استفزتني في الماتش كله. كابتن مروان عطيه. كابتن مروان عطيه بعد الماتش الجامد اللي عمله في انتر ميامي والراجل كان حاطط ميسي في جيبه، بس الماتش اللي عمله جامد ده كان دفاعيا بس ومفيش طلوع بالكوره. تعال هوريك بقى كابتن مروان عطيه وهو المفروض يطلعنا بالكوره. الكوره هنا مع يحيى عطيه الله، يحيى عطيه الله بيلعبها لمروان عطيه، الراجل بص وراه اهو وعمل سكان، بص وراه وعمل سكان وشاف ان حمدي فتحي لوحده معهوش اي حد في ظهره. بعد ما بص وعمل السكان المفروض الكوره اهي، باص يا مروان، باص يا مروان، الكوره جات لك وحمدي فاتح والراجل فاتح لك دراعاته بيقول لك العب لي الكوره انا فاضي. وبص كام واحد في نص الملعب بتاعنا من بالميراس، يعني كانت ممكن تبقى هجمه حلوه. بص كابتن مروان عطيه عمل ايه. كابتن مروان عطيه رجع بالكوره لورا وزنقنا تاني ورجعنا تاني تحت الضغط، واضطر ياسر يلعب الكره الطويله ورد التاني. تعال بقى اوريك الاوحش، مروان عطيه الكره رايحه له تاني في نفس الهجمه وبرده عمل الاسكان. انا ما اعرفش بيعمل الاسكان ليه بصراحه، يعني طالما انت مش هتستخدمه طب بتبص وراك ليه. عمل الاسكان قلنا المره دي خلاص هيلعب بقى، الكره راحت له نفس الكره اهي يا مروان، بص يا مروان الكره وخلينا نطلع بالكره بقى يلا. بس ما فيش فايده، مروان اول ما الكره جات له بصاها ورا لياسر وشاف كام واحد من فريق بالميراس هنا، في 5 من فريق بالميراس في الحته دي بس. يعني لو مروان كان طلع بالكره لحمدي هنا بسرعه واحنا طلعنا بيها برده كانت هتبقى هجمه خطر. انا عايزك تشوف بقى برده كابتن مروان عطيه وهو بيطلعنا بالكره عامل ازاي. الكره مع مروان عطيه في نص الملعب، انا عايزك تفهمني ايه الباص ده، الباص ده راح لمين؟ يعني نفسي افهم الباصه دي كان مروان عطيه عايز يلعبها لمين. هتقول لي يا عم الكره جلت منه، طب هقول لك برده عشان تشوف افكار كابتن مروان عطيه. الكره اللي بعدها على طول مروان عطيه الكره معاه هنا اهي يا مروان، يعني نفس الكوره اهي مروان تلعب الكوره هنا لتريزيجيه، طلعنا والراجل ممكن يجري على الخط والدنيا تمام. بس بص كابتن مروان عطيه برضو يعني هيلعبها ازاي.
بص مروان عطيه لعب الكوره فين؟ ايه ده بقى؟ يعني الكوره دي قصده بيها ايه؟ لو عايز تلخص اداء الاهلي السيء في الماتش كله انا ممكن الخصه لك كله بصوره. هي الصوره دي في الدقيقه 20 في 4 لعيبه من الاهلي، الاربعه موطيين، كل واحد فيهم بيحاول ياخد نفسه. اللعيبه بتاعتك مرهقه بدنيا وبيلعبوا الساعه 12 الظهر، وده اللي انا كنت بكلمك فيه ان ريبيرو كان متمسك بفلسفته الكرويه على مصلحه الفرقه. في الماتش زي ده انت ما كانش ينفع تلعب الماتش ده وعمال تجري وتضغط على بالميراس، عشان انت لعبتك زي ما انت شايف اللعبه من الدقيقه 20 اصلا وهي نايمه على الارض. الماتش ده بصراحه انا كنت زعلان منه، واحنا ما عملناش فيها حاجه، وتقريبا الشوطه الوحيده اللي احنا شطناها على الجول كانت شوطه اشرف بن شرقي لما نزل. فانت ما كانش ليك اي شكل الماتش ده، وجبت جول في نفسك، وكره ثانيه كانت فاول ليك اتردت عليك بمرتده ومحمد هاني وقع على وشه. فالماتش ده بصراحه ما فيهوش كلام كتير في الكوره غير الجمله اللي انا اتكلمت لك فيها ان ريبيرو كان متمسك بفلسفته الكرويه. تعال بقى اوريك الكارثه اللي كانت في ماتش بورتو، عشان ماتش بورتو ده واحد من اكتر الماتشات للنادي الاهلي في اخر السنين اللي فاتت دي كلها، حرق لي دمي. في الماتش ده طبعا برضو كلنا استغربنا لما شفنا كابتن حسين الشحات اللي هو كانت الكارثه الاكبر في ماتش بورتو بادئ اساسي. ريبيرو في الملعب كان بيلعب 4-4-2 وبيستخدم حسين الشحات وتريزيجيه كوينج باك. زي ما شفنا ماتشات بورتو الخطوره كلها جايه من مورا اللي هو بيلعب ناحيه محمد هاني، فالراجل كان عايز يلعب بحسين الشحات علشان يساند محمد هاني في الادوار الدفاعيه، علشان مورا ده اخطر لاعب في الفرقه. تعال اوريك بقى ازاي الاهلي دخل في 4 اجوال كلهم اخطاء فرديه من اللعبه بتاعتنا. في اول 26 ثانيه في 5 لعيبه بيضغطوا لحد منطقه جزاء بورتو، وده اللي ريبيرو كان داخل يقوله من الاول، انا داخل اضغط علشان اغلطك وهجيب جول. بعدها في اول دقيقه و49 ثانيه نفس ال5 بيضغطوا لحد منطقه جزاء بورتو، وفي 2 جوه منطقه جزاء بورتو. الهجمه اللي بعدها على طول كل ده واحنا لسه في اول دقيقتين و13 ثانيه الاهلي بيضغط ب5 لعيبه على الثلث الاخير قوي من الملعب. في الدقيقه 14 نتيجه الضغط اللي الاهلي كان عامله على بورتو، الكره في نص الملعب في 3 على 1، عرفنا ناخد الكره تروح لحمدي، حمدي يلعب الكره لوسام، وسام يحطها جول، وده اول جول للنادي الاهلي. دلوقتي بقى جه ميعاد الكارثه اللي هنتكلم عليها في ماتش بورتو. ركز قوي بقى في الدقايق، دلوقتي الدقيقه 18 و12 ثانيه الكره معاهم وفي لعيب فاضي اللي هو مورا، وكابتن حسين الشحات اللي المفروض يبقى ماسك الراجل ده، كابتن حسين الشحات لسه ورا وما بيعملش الدور الدفاعي اللي ريبيرو اصلا بادئ بيه عشانه. تعال بقى في الكره دي وخد بالك من الوقت، 19 دقيقه و35 ثانيه، يعني تقريبا بعد الهجمه اللي انا لسه موريها لك بدقيقه واحده بالظبط. الكره هنا مع الراجل وكابتن حسين الشحات سايب الراجل هناك ده اللي عنده فدان ارض وبيتمشى. الكره الراجل دخل في العمق ولسه كابتن حسين ما رجعش، الراجل راح هيلعب له الكوره ولسه كابتن حسين ما رجعش، وكانت هجمه خطر لولا الحمد لله الشناوي افتكر ان هو حارس مرمى في الماتش ده، ودي تقريبا الكره الوحيده اللي الشناوي شالها. تعالى بقى في الكره دي كده احنا شفنا في الدقيقه 18 والدقيقه 19 كابتن حسين الشحات سايب الراجل اللي هو المفروض يمسكه ويكون بيغطي معاه لانه اصلا بيلعب وينج باك علشان يقفل الناحيه دي مع محمد هاني مرتين ورا بعض، الراجل اللي واقف بيتمشى وراجع متاخر قوي. تعالى بقى في الكره بتاعه الجول بتاعهم، الكره هنا في الدقيقه 22 و39 ثانيه، يعني الحوارات دي كلها بتحصل في 5 دقائق وكابتن حسين الشحات مش في الملعب اصلا ومش عارف هو واقف فين. الكره هنا مع لاعب بورتو، لاعب بورتو بيباص الكره للمهاجم، بص كابتن حسين الشحات فين والراجل المفروض برده في ظهره كابتن حسين سايبه فين. بس المشكله بقى ان الراجل ده لف بوشه، ودلوقتي اللاعب بتاع كابتن حسين الشحات بقى هو زاويه التمرير اللي ممكن تروح له. بص كابتن حسين بيتمشى ازاي في الكره دي، الدنيا شغاله وكابتن حسين قاعد بيتمشى وماليش دعوه بالماتش كله. هنا بقى زي ما انت شايف الكره اللي ممكن الناس كلها تلوم فيها محمد هاني، هو فعلا دخل برعونه على اللاعب ده، بس محمد هاني مش عارف يضغط عليه فيسيب مساحه للراجل اللي ورا اللي المفروض كابتن حسين اللي بيتمشى يرجع يكون معاه، ولا هو يروح يقفل معاه والراجل ده يخش من العمق. والنتيجه ان محمد هاني عمل التصرف اللي انت شفته ده والكوره دخلت فينا جول، وده كان الجول الاول لبورتو بسبب كابتن حسين الشحات. وكده بسبب كابتن حسين الشحات والتغطيه السيئه بتاعته اللي حصلت مره واثنين، فالثالثه لازم تدخل جول. هل كابتن حسين يكتفي بكده؟ تعالى بقى اوريك اللي اوحش من الكره اللي فاتت. دقيقه 49 انا عايزك بقى تركز، انا حاطط لك الاثنين دول في دايره واحده، تمام؟ الكره كانت هجمه لينا، الكره اتخطفت وراحه بهجمه مرتده علينا. كابتن حسين الشحات مع اللاعب بتاع بورتو واقف هنا، دلوقتي اللاعب بتاع بورتو بقى هو اللي في الكادر لوحده وكابتن حسين الشحات لسه ورا. عايزك بقى تشوف الطياره اللي هتجري دلوقتي، الراجل جري وراح وفتح الناحيه الثانيه ودخلت جول وكابتن حسين الشحات لسه بيرجع، برضه بسبب كابتن حسين الشحات اللعيب اللي كان معاه جري وفتح الناحيه الثانيه وبقوا 2 على 1 على محمد هاني، الكره دخلت جول ولسه كابتن حسين الشحات بيحاول يرجع. انت ممكن تيجي تقول لي دلوقتي ان حسين الشحات ما بيعرفش يدافع، الراجل ده بيهاجم بس، انا معاك. تعال نشوف كابتن حسين الشحات هجوميا كان عامل ازاي في نفس الماتش. الدقيقه تقريبا 28 وسام ابو علي بيضغط على اللاعب بتاع بورتو، وسام عرف يخطف الكوره ويدي الكوره لحسين الشحات. تعال بقى نشوف كابتن حسين هجوميا بيتصرف ازاي. انت معاك يا كابتن حسين
1 2 3 4 وتريزيجيه هنا عمال يشاور العب كوره. كابتن حسين معاه 4 خيارات للتمرير واحنا 4 على 2. كابتن حسين الشحات بقى اتصرف في الكوره دي ازاي؟ فضل يمشي بالكوره لحد ما اتضغط عليه ولعب الكوره اي كلام، والكوره اتاخدت وضيع هجمه كانت 4 على 2. فاحنا بعد ما شفنا كابتن حسين الشحات هجوميا وشفنا الكوارث اللي عملها دفاعيا، انا ما اعرفش بصراحه حسين الشحات كان بيلعب معانا ولا علينا. اللي باين كده من اداء كابتن حسين الشحات ان احنا كنا بنلعب ناقصين واحد. خرج حسين الشحات، نزل عمر كمال، وتعالى شوف بقى الجبهه اللي كانت مستباحه طول ما حسين الشحات في الملعب بقت عامله ازاي لما عمر كمال نزل. كرة معاهم هنا بيحاولوا يهجموا من ناحيه اليمين اللي كانت ثغره عندنا، بس احنا قافلين، فالراجل بيضطر يلعب الكره الطوليه واحنا بناخدها وبتروح هجمه لينا. هنا برضو في نفس الناحيه اليمين، بس المره دي احنا الاثنين على واحد، مش هم اللي كانوا 2 على محمد هاني، فمحمد هاني بيدخل وبنقطع الكوره. دي بقى اخر كوره هتثبت لك ان الجبهه اليمين اتقفلت تماما بعد نزول عمر كمال. هنا الراجل بيحاول يباصي، بس محمد هاني هيطلع يقابل ياخد الكوره عشان عارف ان في واحد بيغطيه دلوقتي ورا. محمد هاني خد الكوره وبقت هجمه خطيره لينا. هنا بقى الكوره اللي هتبين لك بالظبط الفرق ما بين حسين الشحات وعمر كمال لما الاثنين خدوا نفس التعليمات عشان يعملوا نفس الدور. دي بقى الكوره اللي دخل منها الجول الثاني لما الاثنين كانوا في كادر واحد، والراجل سبق حسين الشحات وطار فتح وبقى 2 على محمد هاني، والراجل حط الكوره في الجول. سبحان الله الكوره بتتكرر هي بالظبط بس مع عمر كمال. بس انا عايزك تشوف هنا صياعه عمر كمال وهو بيحاول يعطل الهجمه. هنا عمر كمال مع الراجل، بص عمر كمال هيعمل ايه؟ الراجل هيسبقه، عمر كمال شده من التيشيرت رجعه عشان يسبق هو اللاعب ويغطي الناحيه دي، فكده الناحيه اليمين دي قفلت تماما. وهنا سبحان الله نفس اللاعب اللي كان مع حسين الشحات وجري وبقوا 2 على 1 مع محمد هاني وحطها في الجول، وحسين سابه يجري، وحسين لما رجع كانت الكره دخلت. هو نفس اللاعب مع عمر كمال، بس عمر كمال علشان صايع كوره شده من التيشيرت عشان عارف ان الراجل ده لو راح علينا هتبقى هجمه خطر. تعال نروح بقى للجول الثالث. كده احنا شفنا اول جولين هم كانوا بسبب اخطاء فرديه من كابتن حسين الشحات. تعال بقى نروح للجول الثالث ونشوف كابتن احمد رمضان بيكهام. مش هقول لك ان هو كان سايب سامو وان سامو ده طويل واحمد رمضان بيكهام قصير، كده هنرجع لها، بس تعال نشوف الهجمه من الاول. الكره هنا طويله، احمد رمضان بيكهام راح الاول والراجل عدل الكره على شماله، يعني كان ممكن يلعبها، بس الراجل حب يحجز ومعرفش هو ما طلعش الكرة اوت ليه، حب يحجز لحد ما راح بقى عند الكورنر، وفي الاخر الكرة طلعت علينا. هنا بقى في الكورنر اللي كله اتكلم عليها، وانا برضه هقول نفس الكلام لان الحته دي انا برضه بصراحه مش فاهمها لحد دلوقتي. ليه احمد رمضان بيكهام هو اللي يمسك سامو؟ يعني ليه احمد رمضان بيكهام بالطول ده يمسك سامو؟ طب ما اشرف داري فين؟ والاحمد رمضان بيكهام سايب الراجل قوي كده؟ يعني دي برضه علامات استفهام انا مش فاهمها لحد دلوقتي. الراجل طلع ركب الكوره وجاب جول. كده انت عندك اول جولين غلطات فرديه من حسين الشحات، الجول الثالث غلطه فرديه من احمد رمضان بيكهام. تعال بقى اوريك الجول الرابع وانا اقول لك غلطه فرديه من مين عشان تعرف ان الاربع اجوال اللي دخلوا فينا بسبب لعيبه الاهلي. ده 88 والكره عند بورتو وفي 2 مقفلين لعب عادي بن شرقي وزيزو. انا عايزك بقى تشوف كابتن محمد مجدي قفشه عمل سبرنت بلا هدف، طير نفسه من اللعبه ولا قفل زاويه التمرير، والمفروض الراجل ده اللي يكون قفشه معاه، الراجل ده بقى متساب لوحده. الكره راحت للكابتن محمد مجدي قفشه سابه علشان يروح يعمل السبرنت اللي بلا هدف ده، وديانج بقى مضطر يغطي مكان قفشه لان ساب اللاعب بتاعه، وكده عمق الملعب بقى فاضي اللي المفروض ديانج يبقى فيه. وطبعا كالعاده الكره اتباصت للراجل ده، والراجل ده ما سماش وشاط لان احنا كنا بنلعب الماتش ده من غير حارس مرمى. فانا حاولت باختصار نتكلم على افكار ريبيرو وازاي الراجل كان عايز ينفذ الحاجات دي. فانا دلوقتي لو تسالني هتقول له الراجل عنده حاجه يقدمها؟ الراجل عنده حاجه يقدمها، بس زي ما ليه مميزات ليه عيوب. برضه احنا عندنا كام لاعب الكواليتي بتاعهم سيء جدا، وزي ما قلت لك انا شايف ان الراجل عنده افكار يقدمها بس محتاجه عناصر جديده. وزي ما شفنا بيدج الاهلي نزلت ان هي متمسكه باسامه ابو علي، شفنا برضه ان هي نزلت ان هي متمسكه بحسين الشحات وقفشه. انا مش فاهم بصراحه، الناس دي كانت بتتفرج على كاس العالم زينا وشافت مدى السوء اللي ظهر بيه حسين الشحات وقفشه ولا لا؟ واحنا كده لينا حلقه ثانيه قبل بدايه الموسم عشان نشوف من العناصر الجديده اللي الاهلي هيجيبها وان كانت هتقدر تنفذ افكار ريبيرو ولا لا. وزي ما انت عارف الكره وجهات نظر، ممكن تتفق مع وجهه نظري وممكن تختلف معاها، ممكن تبقى انت شايف ان ريبيرو ده ما بيفهمش اي حاجه خالص، ولو كولر كان كمل او عماد النحاس هو اللي مسك الفرقه في كاس العالم للانديه كان ممكن يبقى ده احسن من كده. بس هي كلها وجهات نظر، وادينا هنشوف الراجل لما الموسم الجديد يبدا ربنا يدينا ويديكم طول العمر. وبس كده.